دائما اقول حق المتزوجات شهر رمضان الرجال يكون فيه مثل الوحش. الراجل بيكون وحش وهو في رمضان. ده التصريح الجديد اللي بدر بيه ولا بدرية هانم خلف أثاروا بيه جدل كبير على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت في رمضان. في رمضان تخيلوا الغريب إن بدر بيه خلف اللي مش ناوي يرحمنا من اللي بيقوله وبيعمله اتجوز وهو راجل، والأغرب إنه بقى حامل كمان ومحدش عارف هو راجل ولا ست دلوقتي. لكن بسلامته عمل دراسة وبقى بينصح الستات يعملوا إيه مع أزواجهم. فيا ترى ايه اللي عمله بدر خلف المرة دي بعد ما لبس او لبست العباية بتاعت رمضان وكمان في الشهر الكريم؟ كل ده واكتر هنعرفه حالا. طلته البهية على الجمهور بالإسدال. بدر ما بقاش بدر من ساعة حمله الأخير خالص. بدر اتغير والله، وما بقاش حد قادر عليه، ودخل في سكة كده يمكن يكون هو مش قدها، بس قال لك اجرب يمكن تظبط معايا، والاهم من الشغل تظبيط الشغل. وبعدين يعني لو ما كانش بدر هيعمل كده مين اللي هيعمل يعني؟ لدرجة ان بوستاته وصوره الأخيرة بقت غريبة جدا وفيها إيحاءات بشكل كبير. بدر افندي حط نفسه في حتة استشاري نفسي في العلاقات ما بين الأزواج، وهو أصلا اللي محتاج يستشير دكتور نفسي عشان يحدد حالته هو إيه بالظبط يعني. بدر خلف بقى فيه هجوم كبير على السوشيال ميديا بسبب تصريحاته اللي قال فيها إن الراجل بيبقى زي الوحش في رمضان، وده بعد ما بقى يتقال عنه إنه اتحول لأنثى بعد جوازه وحمله الأخير. بدر ماشي في محتواه بخطة فيها تسلسل رهيب، ارتباط، جواز، خلفة، انفصال، وبعد كده جواز تاني، ويمكن يكون في جواز تالت ورابع كمان. ما هو ما بقاش وراه حاجة بقى ولا بيعمل حاجة غير انه يتجوز، ولاقي ان المحتوى المناسب لحالته الاجتماعية لازم يكون للكبار فقط. بدر نشر الساعات اللي فاتت فيديو قلب السوشيال ميديا، وزي ما يكون كده محتواه خلص وفكر بقى ايه يطلع للجمهور بموضوع يناسب الشهر الكريم. قال لك بقى مفيش غير ان اتكلم عن رغبة الراجل في العلاقة، واني ازاي انصح البنات يستفيدوا من رمضان. بسلامته قال كوني اول انسانة تعطينه حب، تعطينه مشاعر، استفيدي حبيبتي من رومانسيته في شهر رمضان. وعلى طريقة ياسمين عز. ياه أستاذ بدر. بدر خلف مشي على طريقتها والله، وبقى يعلم البنات ازاي تدلع ازواجهم، وعمل دراسة خاصة بيه في الدلع للرجالة، نفس دراسة ياسمين عز كده للموضوعات الخاصة بالرجالة، وسماها دلع الفطور، وان ده اللي هيجنن الرجالة ويخليهم ما يشوفوش غيركم يا بنات ويا ستات. ما تيجي نشوف نصايحه اللي هتوديهم ورا الشمس. اول ما الاذان يأذن ما تشربيش، لا طبعا انت هتكملي صيام لتاني يوم. المهم الفرعون الكبير تشربيه بايدك وعينك في عينه، دي اهم حاجه. يا حرام الرجاله بيتعبوا قوي في الصيام وما بيصدقوا يوصلوا البيت، فدور الست هنا بقى انها تهتم بيه. الغريب ان قبلها بمفيش نشر بدر فيديو لزوجه الجديد وهو بيديله بالقلم على وشه بعد وصل الدلع ورومانسيه منه. يعني يا اخويا على راي المثل، اشوف كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. الجمهور كله خلاص هيتجنن وبقى في حيره ومش عارف يلاقيها منين ولا منين، من ياسمين عز ولا من بدر خلف اللي محدش دلوقتي عارف له نوع. يا ترى هو راجل ولا ست؟ يلا اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.